السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهاردة الحلقة التانية من بودكاست إعادة نظر. وزي ما قلت في الحلقة الأولى ان في البودكاست ده بنحاول نلمس الجانب النفسي والروحي أكتر، ونشوف كذا حاجة كلنا بنمر بيها بس مش بنكون فاهمينها صح ونتكلم عنها. فالنهاردة زي ما شفتم من عنوان الفيديو، هو اسمه حاسس اني لوحدي وانا وسط الناس. وطبعا الشعور ده مننا كتير قوي بيحسه، بس مش بيكون عارف يترجمه او بيحس ان هو شعوره اللي بيحسه ده غلط. فالنهاردة هنتكلم على الموضوع ده بالتفصيل وهنقول الأسباب، وكمان هنقول شوية حاجات ممكن تساعدنا نتخلص من الشعور ده. فيلا بينا نبدأ الحلقة دي. بالنسبة لي مريت بيها وعشتها، دايما كنت حاسة اني وسط عالم كبير قوي وناس كتير قوي، بس دايما حاسة اني مثلا مش شبههم. حاسة ان حواليا ناس كتير بس دايما بحس مثلا اني لوحدي قوي. كنت دايما بقعد اقول انا مثلا ازاي كل الناس دي حواليا وبقول اني حاسه بالوحده، واقعد بقى اكدب نفسي واقول اكيد انا متلخبطه، واصلا الوحده دي معناها اني اكون منعزله ولوحدي، بس لا، انا حواليا ناس كتير. وكنت بقى ايه اقعد اكدب شعوري وكده. بس طبعا حاليا عرفت اني غلط، وان مش كل واحد حواليه ناس كتير هو كده مش حاسس بالوحده، واني كنت يعني فاهمه شعور الوحده بالنسبه لي غلط. فازاي يعني كل واحد حواليه ناس كتير ممكن يكون وحيد؟ ده بالظبط محتوى الحلقة. احيانا احساس الوحدة ما بيجيش ان احنا مفيش ناس حوالينا، بالعكس بيجي واحنا وسطهم. مثلا ناس طموحاتهم غير طموحاتنا، طريقة تفكيرهم غيرنا، كلامهم عن حاجات احنا مش حاسينها، او معتقداتهم وتفكيرهم والحاجات اللي مترسخة عندهم مش هي اللي عندنا. حياتهم ماشية كده يا جماعة على ايقاع هو مش شبه الايقاع بتاعنا خالص. ايوه بنقعد معاهم وبنضحك عادي، بس من جواك كده حاسس انك غريب، حاسس ان انت بتجري بس المواضيع كده، بس انت مش بتشارك. مثلا بتسمع اللي هما بيقولوه وتضحك وكده، بس انت مش بتسأل او مش بتحكي. فاهم؟ موجود بس روحك مش موجودة اصلا معاك، اللي هو انت قاعد ايوه بجسدك بس انت روحك او تفكيرك كله في حتة تانية. انت بس مجرد ان انت بتسمع، مجرد ان انت قاعد بتسمع حاجات انت مش متقبلها الى حد ما. طموحاتهم اصلا غير الطموحات بتاعتك. وطبعا زي ما قلنا الايقاع بتاع حياتهم او طريقة حياتهم ماشية بنمط مش زي النمط بتاعك. ده ممكن اصلا احساس الوحدة ان انت قاعد معاهم بس انت حاسس بالوحدة. الوحدة هنا مش انك لوحدك، الوحدة هنا انك مش لاقي حد شبهك. ودي يا جماعة بتبقى اصعب حاجة ممكن الانسان يمر بيها، ان يكون عايش وسط ناس هم مش شبهه خالص. وزي ما قلنا في الفقرة اللي قبل كده، ان بيحس ان كل حاجة عندهم او ايقاع حياتهم ماشي غير نمطه ايقاع حياته هو. مش لاقي حد يفهم اسئلتك ولا مثلا حيرتك ولا خوفك، بتحس انك كده شخصية تقيلة على المكان. حاسس ان كلهم مع بعض ما عدا انت، حاسس ان انت تقيل على المكان، وان كلامك ممكن مثلا يبوظ الجو. فانت طبعا بتختار انك تسكت. ودي اكتر حاجة ممكن تزود عندك شعور الوحدة بكده، انك تفضل تغير من نفسك عشان تناسب الجو والناس اللي حواليك. تقعد تغير حاجات في نفسك، في معتقداتك، في لبسك، في شخصيتك، في هويتك عموما عشان بس تناسب اللي حواليك. وبتنسى شخصيتك وهويتك لحد ما تبعد عن نفسك من غير ما تحس. تضحك مثلا على حاجات انت حاسس انها عادي، تقعد تتحمس معاهم على حاجات انت حاسس انها مش محمساك، بس انت لازم تتحمس زيهم علشان ما تحسش ان انت مختلف قوي عنهم. طبعا مع الوقت بتبدأ تقلل من الحاجات اللي جواك عشان ما تبقاش مختلف او محدش يتريق عليك. مع الوقت تبقى محاط بناس بس انت بعيد عن نفسك، وده اقصى انواع الوحدة. ان انت فعلا مع ناس بس ولا انت شبههم ولا هم شبهك، ولا حاجاتهم اللي هم بيعملوها شبهك، بس انت مضطر تمشي معاهم علشان ما تحسش ان انت غريب عنهم. بس انت كده جيت على نفسك علشان ترضيهم، وده كده انت طبعا بتضيع نفسك. طيب يا حبيبة، احنا فهمنا دلوقتي، بقى عايزين نعرف ايه علاج الاحساس ده. علاج الاحساس ده مش انك تقعد تغير من نفسك عشان تناسب طبعا اللي حواليك، لكن انك تبطل تمثيل وضحك على نفسك وطبعا ظلم لنفسك، وتعرف ان الاختلاف ده ولا غلط منك ولا عيب منك. كل الحاجات دي طبيعية، انت انسان. ولو حاسس انك تحت ضغط مع الناس اللي مش شبهك دول، عادي جدا ابعد عنهم طالما بتخسر نفسك. طب ايه الفايدة انك تكسبهم على حساب نفسك؟ يعني ايه الفايدة؟ ليه تظلم نفسك علشان تكسبهم وتفضل معاهم وانت اصلا وانت حاسس
وأنت معاهم حاسس إنك وحيد، حاسس إنك مش شبههم، حاسس حاجات غريبة جدًا، بس يعني أنت لازم تكسبهم يعني؟ طبعًا لأ، لازم تكسب نَفْسك، وده مش أنانية منّك خالص، بالعكس أنت لمّا تقعد تكسبهم على حساب نَفْسك ده كده حاجة طبعًا غلط جدًا يا جماعة. طَب نعمل إيه؟ طبعًا دَوّر هتلاقي ناس شبهك، طموحاتكم مشتركة، طريقتكم يعني متشابهة ومتقاربة، تفكيركم، كل حاجة هتلاقيك مع الناس اللي أنت هتقعد تدوّر عليهم دول شبه بعض، ساعتها بس الشعور ده هيختفي تمامًا وهتحس إن أنت ليك شبيه وإن ده ما كانش عيب منّك. يبقى نبعد عن الناس اللي إحنا مش حاسين إن هُم شبهنا خالص وإن وجودنا معاهم بيتعبنا نفسيًا وبنحس بالشعور ده، ومع الوقت هتلاقي ناس هتقرّب منّك وأنت هتقرّب منّهم وهتلاقيكم طبعًا نفس الطموحات، مش نفسها أوي بس متقاربة أو ممكن تبقى نفسها عادي، هتلاقي تفكيركم مشترك، الحاجات اللي بتضحّككم شبه بعضها، هتلاقي إن أنت لقيت شبيه ليك، وزي ما الدكتور مصطفى محمود قال: "الوحدة لا تعني أن تكون بلا ناس، بل أن تكون بلا شبيه."